قال لها طب انت جايه دلوقتي ليه، عايزه ايه؟ قالت له مش عايزه حاجه، انا سمعت ان انا ليا حق، بيقولوا ان انت مش عايز تدهوني. قال لها حقك ايه؟ انت مش اخدت حقك؟ قالت له خدت ايه، انا ما خدتش حاجه. قال لها لا، انا مش كنت باجي كل عيد اديلك مبلغ كده؟ قالت له طيب مبلغ ايه ده مش كنت تديني العيديه وتوديني انا اختك؟ قال لها لا، ده حقك، انا كنت بدولك حاجه حاجه. المهم قالت له ازاي الكلام ده؟ ورق ايه اللي عندك اللي بتقول عليه؟ قال لها انا عندي ورق وانت ماضيه لي عليه. قالت له بس انا ما قلتلكش على حاجه. قال لها لا ماضيه لي، ويلا اتفضلي ما عدتش تيجي هنا. وطردها من البيت. مشيت تعيط طول السكه وزعلانه، روحت بيتها زعلانه. فاولادها شافوه كل شويه بتعيطي ليه ياما، بتعيطي ليه ياما. ولادها ولدين صبيان خلصوا دبلوماتهم وبيشتغلوا في الورش صنايعيه. قالت لهم ما فيش. المهم ان هنا ضغطوا عليها لحد ما حكت لهم الحكايه. الاتنين اتحروا على امهم وراحوا اشتكوا مع خالهم. خالهم عمل محضر في القسم ان هم اتهجموا عليه، وفعلا الشرطه جت اخذت الولدين. طلعت الام تجري على اخوها